تخيل انك تلاقي معرض كامل بيعرف الناس بالقرآن، مش بس بالكتب ولكن كمان بالفي ار والتجارب العلمية. يلا بينا نشوف ايه الحدث اللي بيحصل في كازان لأول مرة. تخيل كده تكون في مكان مليان نور، مليان طاقة، مليان ناس جاية من كل حتة في العالم، كلهم مجتمعين على حاجة واحدة هي القرآن الكريم. دلوقتي عندنا في كازان المدينة بجد اللي حسيت فيها ان القرآن مش كلام بيتقري، لا دي حياة كاملة بتتعاش. الحدث هنا كان اسمه عالم القرآن، ودي مش مجرد اسم او فعالية، دي حاجة كبيرة جدا. شفت فيها مشايخ من دول مختلفة، أصوات حرفيا بتخشع وتلاوات تخليك تحس انك واقف في الحرم رغم انك بعيد عنهم آلاف الكيلومترات. الناس هنا منظمة في كل حاجة وبحب واحترام، كل واحد جاي يعمل جزء من النور ده، هو نور القرآن. احلى حاجه حرفيا، دي من احلى الحاجات اللي بهرتني النهارده، ان كل الناس عارفه عربي، اغلب الناس عارفه التجويد وعارفه القران. ودي من احلى الحاجات اللي انا شفتها هنا. حرفيا ما شاء الله اللهم بارك، احنا بلد العلم وبلد كل حاجه، الناس دي بيحترمونا جدا سبحان الله يعني. انا مبهور صراحه. الأطفال، الشباب، الشيخ، كل كان بيشارك، وكل تلاوة كنت بسمعها كنت بحس إن الآيات دي مش مجرد بتتقال، دي حرفيا بتتنفس. الولد جميل ما شاء الله اللهم بارك عليه، بيقرأ الآيات بصورة جميلة جدا. وفي الآخر وزعوا علينا هدايا ومصاحف وسلمنا عليهم وقلنا لهم السلام عليكم. لو وصلت لحد هنا فما تنساش تعمل لايك شير وكومنت، كل حاجة جميلة. وتابع الفترة الجاية عشان الفيديوهات هتعجبك جدا. سلام.